الأب ده كان راجع بيته بعد يوم شغل طويل. مجرد ما دخل البيت بينادي على زوجته وولاده، فجأة حس إنه دايخ ومش قادر يقف على رجله. مراته قامت بسرعة علشان تلحقه وسندته وقالت له: أنت لازم ترتاح، تعال أنا هدخلك أوضتك تنام على السرير. فقالت له: اللي أنت بتعمله ده مجهود زيادة، مفيش إنسان يقدر يتحمله. أنت ما بتنامش أكتر من 3 ساعات في اليوم. هنا الزوج قال لزوجته: ما أنا لازم أعمل كده، أنا دلوقتي عندي 50 سنة وعندي طفلين والتالت جاي في الطريق، ولازم أأمن مستقبلهم. دلوقتي أنا قادر أشتغل، بكرة وبعده مش هقدر أشتغل ولا أقدر أعمل أي حاجة، فلازم من دلوقتي أعمل حسابي. أهم حاجة أنت ما تشغليش بالك بيا وتاخدي بالك من صحتك ومن اللي في بطنك. فجأة تليفونه رن، السكرتيرة بتكلمه بتقوله: ما تنساش الاجتماع النهاردة الساعة 1 بعد الظهر. فهنا قال لمراته: أنا مضطر أرجع الشغل دلوقتي. وخرج. الولد سمع كل ده وصعب عليه جدا والدته دخلت تنام. نزل من البيت، طلع على السوق، اشترى خضار ولحوم وفاكهة، كل ده من الفلوس اللي هو محوشها. ورجع على البيت وبدأ يجهز الأكل. وفعلا خلص الأكل وقعد كتب جواب لوالده. وكان لسه خارج فقابل باباه. سأله: انت رايح فين؟ قال له: انا عندي درس يا بابا. ودخل بيبص كده على السفرة، لقى الجواب، استغرب جدا فبدأ يقرأ الجواب. الولد كاتب لوالده ووالدته بيقول له: يا بابا، أنا بحبك جدا أنت وماما. أنا النهاردة شفتك وأنت تعبان وكنت زعلان جدا لأني حاسس إن أنا وأختي السبب في التعب اللي أنت فيه. أنا فاكر وأنا صغير لما كنا في بيت جدي وكنت بتشيل الخشب على كتفك وجيت قلت لك: يا بابا ده تقيل، فقلت لي الراجل لازم يشيل ولازم يتحمل، لأن بكرة وبعده هتكبر والمسؤولية كلها هتبقى على كتافك، وهتبقى راجل ومسؤول عن بيت وأسرة. وافتكر كمان لما كنت بتخانق مع اختي في البيت، جت امي وقالت لي: انت واختك مالكمش الا بعض ولازم انت تكون ظهرها وسندها، وخصوصا ان بكره وبعده انا وباباك مش هنبقى في الدنيا وهي ملهاش الا انت، انتوا الاتنين مالكمش الا بعض. بابا، انا مش عايزك تشيل هم الدنيا، انت خلفت راجل، عاوزك ترتاح. انا هذاكر واجتهد وهحاول اوصل لاعلى المناصب، وما تشيلش هم انك تكبر في السن او تشيل هم اخواتي. أنا موجود وفي ظهرك وهتحمل مسؤوليتك ومسؤوليتهم، انت خلفت راجل. هنا الأب كان فرحان جدا 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 بابنه، والأم كانت مبسوطة جدا إنها خلفت وعرفت تربي. أتمنى إن أشوف أولادي زي الولد ده. ربنا يبارك في أولادنا جميعا ويحفظهم ويهديهم وتشوفوهم دايما أحسن الناس. صلوا على النبي في التعليقات.